الرحيم. في الفترة المتبقية من عمر الحكومة ومجلس النواب كان الأولى والمتوقع من الطرفين أن يتعاونا من أجل تحقيق الكثير من الأهداف ومتطلبات الشعب العراقي وإنجاز الكثير مما ينبغي إنجازه لتختم هذه الدورة بمزيد من العطاءات والإنجازات التي جهدنا عليها للسنوات التي مضت. ولكن مع الأسف الشديد ونحن على أبواب الانتخابات بدت عملية تعطيل عمل الحكومة بهدف إفشالها والتشهير بالعملية السياسية بشكل عام. جانب من هذا ما يقوم به البعض من عملية إسناد مباشر أو غير مباشر للإرهاب وداعش بالدفاع عنهم، أو بمحاولة توجيه القضية بأنها قضية طائفية، رغم أن أهل الأنبار بأنفسهم يقاتلون رجالا ونساء هؤلاء القتلة القادمين من الخارج، أو في مجمل السياقات التي يتعامل بها رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة. وأنا مضطر لأقول هذا الكلام، أن رئاسة مجلس النواب قد عطلت هذه المؤسسة التشريعية، بل وحرفت مسارها نحو عملية تعطيل العملية السياسية، بدل أن يكون داعما مساندا منجزا لأهداف العملية السياسية ومتطلبات الشعب العراقي. مجلس النواب في تقديري قد انتهى وقد حكم على نفسه أو حكمت عليه هيئة الرئاسة بالانتهاء من خلال مجموعة من المخالفات الدستورية التي بطبيعتها تفقد مجلس النواب، مع الأسف الشديد هذه المؤسسة التشريعية الهامة تفقده الكثير من خصوصياته الدستورية والقانونية. تشريع قوانين بدون أن تمر على الحكومة، والدستور صريح بأن مشاريع القوانين يجب أن تأتي من الحكومة، ولكن رئيس مجلس النواب يصر على تشريعها. وحينما خاطبه السيد رئيس الجمهورية الأستاذ جلال طالباني عافاه الله وقال له: ليس من حقكم تشريع القوانين، وأن ما يشرع من قوانين بهذه الطريقة لا يعتبر دستوريا وغير ملزم للحكومة، لم يلتفت بل قال: لقد شرعنا 50 قانون على هذه الطريقة. كيف؟ التشريع على أسس باطلة لا يعني إعطاء شرعية لهذا التشريع الباطل. والنقطة الأخرى تلاعب بالقوانين التي تقدمها الحكومة. الحكومة حينما تقدم مشاريع قوانين متعلقة بالمواطنين والخدمات تنظر بتدقيق من أجل النهوض بالطبقات الفقيرة واختزال وتقليص الفارق المعيشي بين طبقات المجتمع. لكن حينما يذهب إلى مجلس النواب يتغير القانون وتوضع فيه إضافات تخرج القانون عن الهدف الأساسي الذي هو استهداف تطوير الحياة المعيشية للمواطنين المستحقين، وإذا به ينزلق باتجاهات أخرى تحمل الحكومة موارد مالية ضخمة، وكذلك تخرج القانون عن هدفه الذي يستهدف الشرائح الفقيرة. كثير من القوانين ذهبت بصياغة ووفق آلية ووفق دراسة، ولكنها عادت بشكل آخر. وقد حملت الدولة وموازنة الدولة أموال طائلة، وضعت الموازنة في وضع حرج أنها غير قادرة على تلبية هذه المتطلبات التي ليست هي ضرورية بالتأكيد كما هي الضرورة حينما يتوجه التشريع نحو الشرائح والضرورات والخدمات. وهذا المعنى لا أستطيع أن أبعد ما يجري في هذه الدائرة عن محاولة لتعطيل الحكومة وإفشالها، إغراقها بالمتطلبات، إغراقها بالتشريعات الباطلة، إغراقها بالتحديات من أجل إفشالها، وقد تحقق لهم ما أرادوا. النقطة الأخرى من مخالفات رئاسة مجلس النواب حينما يصر خلافا للدستور وخلافا لضوابط النظام الداخلي لمجلس النواب بعدم طرح الموضوعات، وإنما ينتقيها هو انتقاء ما يعجبه وما لا يعجبه، ناسيا أنه ليس مسؤولا لمجلس النواب، إنما هو رئيس هيئة رئاسة مسؤولة أمام النواب فيما يقررون. حينما يقرر أكثر من 100 نائب
بضرورة عرض الموازنة على جدول الأعمال يصر على رفضها، ويضع ضوابط وإشكالات كثيرة نحن نعلم أنها عملية تواطؤية من أجل تعطيل هذه الموازنة، وكان الأجدر به أن يطرح الموازنة، بل الواجب عليه أن يطرح الموازنة حتى لو لم تكن ترضي طموحه وأهدافه، وتناقش من قبل السادة أعضاء المجلس، وهم يقررون إذا كانت هناك تعديلات أو تغييرات، وليس هو الذي يحكم سلفا على هذه المسألة. قضية أخرى طالما يرددها هو وغيره من الذين يريدون الإساءة للعملية السياسية، قضية وزارتي الداخلية والدفاع. 4 مرشحين موجودين أمامه في أدراج مجلس النواب، في أدراج الرئاسة، 2 مرشحين للدفاع و2 مرشحين للداخلية. يصر على عدم عرض هذه الأسماء على مجلس النواب، ووظيفته أن يعرضها لأنها مسؤولية مجلس النواب التصويت عليها. صلاحيات رئيس الوزراء أن يرشح، وصلاحيات مجلس النواب أن يصوت. فإن حظي المرشح بالعدد المطلوب أصبح وزيرا للدفاع أو الداخلية، وإن لم يحظى بهذا العدد المطلوب يعاد وعلى رئيس الوزراء ترشيح اسم آخر. لكن حينما يصر رئيس المجلس على عدم عرض الأسماء حتى يقال أن رئيس الوزراء يتشبث بالمواقع، رغم أن وزارة الدفاع ليست بيد رئيس الوزراء، لكن أنا أريد أن أقول للمواطن والمراقب انظروا كيف هي العمليات المتتالية للإفشال والهدف للإساءة للعملية السياسية وحشرها في الزوايا الحرجة. لماذا لا يصوت على هؤلاء المرشحين؟ يقبلهم أو يرفضهم مجلس النواب. عدم الالتزام بضوابط الدستور، ونحن نسمع كثيرا يتحدثون عن الدستور والشراكة والالتزام بضوابطه، لكن لا أدري، وأنا أسأل إخواني في مجلس النواب الذين أعرف الكثير منهم في حرصهم ورغبتهم وحمايتهم للعملية السياسية واندكاكهم بالمشروع الوطني، أنا أسألهم هل أن ما يقوم به السيد رئيس مجلس النواب يحترم باقي هيئة الرئاسة؟ هل أن ما يقوم به فعلا يحترم الدستور الذي ينظم عمل مجلس النواب، هاي المؤسسة الخطيرة؟ أم أن مجلس النواب يراد له أن يكون صف لطلاب ابتدائية يدار بهذه الطريقة البعيدة عن روحية الدستور والعمل الدستوري؟ لذلك اليوم حينما يصر على تعطيل عرض الموازنة، هذه أكبر مؤامرة تصنع داخل مجلس النواب من قبل مجموعة متواطئة على الدولة تريد أن تعطل كل شيء من الخدمات ومن استحقاقات المواطنين من أجل أن يحدثوا ردة فعل عند المواطنين على الحكومة. أنا أقول وكررت هذا مرارا أن ما سيتعطل من امتيازات ومصالح المواطنين بكل شرائحهم، السجناء والشهداء والطلاب والمتقاعدين وأصحاب رفحة والخدمات الأخرى، كلها يتحمل مسؤوليتها رئيس مجلس النواب بالذات ومعه الذين يتحالفون من أجل تعطيل هذه العملية. وبتعطيل تشريع الموازنة العامة للدولة التي هي قانون للصرف يعني أن هناك خروجا ومروقا على الدستور، وهذا يعني بأن المؤسسة التي تخرج عن الدستور لم تعد لها تلك الشرعية التي ينبغي أن تكون عليها. ومن هذا المنطلق قدمنا طعنا بسياق سياسة وعمل مجلس النواب إلى المحكمة الاتحادية. أنا لا أراه أصبح شرعيا بهذه السياسة التعطيلية المتعمدة لعمل الدولة. قدمنا اليوم طعن إلى المحكمة الاتحادية، ونأمل أن يكون القرار شجاعا وصارما من قبل أعضاء مجلس النواب بالتفاعل مع قرار المحكمة الاتحادية الذي سينظر في هذه المسألة، ويتمنى أن يكون أيضا ضمن السياقات القانونية. لكن باعتباري أنا في الدستور المسؤول التنفيذي المباشر لعمل الدولة، وهذه فقرة ربما يجهلها الكثير، أنا المسؤول عن إدارة العملية التنفيذية بموجب الدستور. ولما كنت مسؤولا أمام المواطنين أنا وإخواني في مجلس الوزراء ككابينة وزارية كوزارة متكاملة مسؤولين عن كل القضايا التي يحتاجها المواطن وفي كل الوزارات، وأمام عملية تعطيل مجلس النواب للموازنة وجدنا أنفسنا أمام مسؤولية وأمام استحقاق دستوري يعطينا الحق بأن نتصرف وأن نمضي حتى لو لم يصدق مجلس النواب على الموازنة.
ولذلك قررنا أمس بالإجماع في مجلس الوزراء بأننا سنمضي وسنصرف من الأموال بما يحقق تنفيذ الكثير من متطلبات وحاجات الشعب العراقي، وهذه مسؤوليتنا ننفذها أخلاقيا ودستوريا سواء كان صدقوا الموازنة أو لم يصدقوها. ولكن ما كنا نرغب أن يكون السياق هذا، كنا نرغب أن يكون السياق دستوري، وأن مجلس النواب يتحمل مسؤوليته في تصديق الموازنة وإصدار قانون الموازنة حتى يتصرف الوزير ورئيس الوزراء والمدراء والحكومات المحلية وفق السياقات القانونية الدستورية. ومن هنا أقول للمخلصين من أعضاء مجلس النواب من الأخوة والأخوات أن الحضور في مجلس النواب مع الإصرار على عدم طرح الموازنة هي شهادة زور، وأتمنى عليهم ألا يشهدوا زورا على مؤامرة تحاك على الحكومة داخل مجلس النواب، وأن يعطلوا الحضور إلا إذا استجابت هيئة الرئاسة لعرض مشروع الموازنة. شكرا جزيلا لكل من يقف بوجه الذين يريدون تخريب العملية السياسية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.